بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب في الإعلامي الكبير الأستاذ عبد الرحمن الفلاج. كيف رأيت التجمع الخليجي في استراحة الخليجيين خصوصا بعد الانتصار السعودي على المنتخب البحرين ب3 أهداف مقابل لا شيء؟ بسم الله. أول شيء أحييك أخوي وأحيي جريدة أو صحيفة المدرج ونقول لهم ما شاء الله تبارك الله. يعني أنتم اللي يقول جاي طل وغلب الكل، ما شاء الله أثبتوا وجودكم وتواجدكم بشكل كبير وملفت. اما فيما يخص المباراه والتجمع الخليجي يعتبر يعني لا شك انه هذه انعكاس جدا جميل للحمه الخليجيه الرائعه اللي تتجلى في تجمع ابناء الخليج في مكان واحد يجمعهم الود والألفة والهدف الواحد، هدف الوحدة الخليجية، هدف الوحدة التي تؤلف القلوب وتجمعهم وتقربهم. مباراتنا اليوم أعتقد أنها نتاج طبيعي لفارق الإمكانيات، لفارق المستوى اللي يتمتع فيه المنتخب السعودي. واعتقد انه مباراة اليوم اثبتت انه المنتخب السعودي قادر على انه هو يقدم نفسه بشكل ايجابي بشكل جيد جدا، ولكن تنقصه بعض اللمسات الفنية وبعض الاختيارات لبعض العناصر التي تمثل المنتخب. اعتقد انه لو متى ما وصل القائمين على المنتخب السعودي الى التوليفة او الى نقدر نقول الخلطة السرية للتشكيلة المثالية، اعتقد انه لن يقف امام المنتخب السعودي مهما كان، وسوف يكون الرقم الصعب كان بالبطولة الخليجية أو حتى البطولة الآسيوية. في ضوء هذا التجمع الخليجي ظهرت اليوم مبادرة الأمير فيصل بن تركي باسم نادي النصر، حفل عشاء للوفود الخليجية الزملاء الإعلاميين الخليجيين. كيف ترى هذه المبادرة؟ أعتقد أنه مثل هذه المبادرات هي ليست غريبة على أبناء الشعب السعودي وعلى قادة الشعب السعودي، وأعتقد أنه الأمير فيصل بن تركي يمثل واجهة من واجهات هذا الوطن، وأعتقد أنه نادي النصر يعتبر واجهة حقيقية وواجهة مشرفة لنادي النصر. والأمير فيصل بن تركي لا شك أنه علامة فارقة في هذا الجانب، وتكريمه اليوم للوفود الإعلامية الموجودة والمتواجدة في هذا التجمع هو امتداد لعطاء وكرم ورحابة صدر السعوديين لأبنائهم أبناء الخليج. ولا شك أنها تعتبر بادرة إيجابية جدا وتعكس الكرم الحاتم الذي يعيشه الشعب السعودي تجاه ضيوفهم، لم يكونوا ضيوف بل هم أهل دار، ولكن لابد أنه يحتفى بمن أتى ونعكس الصورة الحقيقية للشعب السعودي وأنه مضياف، ويكون دائما الوجه المشرق لمثل هذه الأمور. رسالتك عن التعصب خصوصا في هذه الاستراحة لتواجد النصراوي بجانب الهلالي، ونقلوا صورة جيدة عن التعصب يعني. والله شوف، التعصب هذه كلمة الآن أصبحت يعني دارجة عند الصغير والكبير، البعيد والقريب، المتابع وغير المتابع، كل يدلو بدلو فيما يخص التعصب. ولكن للأسف حنا ننادي يعني نسمع بالتعصب، ولكن لا نجد من يضع يده على الجرح ويستطيع العلاج أو يستطيع نقدر نقول انتشال الوضع الحالي من هذا التعصب. للأسف أنه يعني التعصب أصبح يعني هو مسيطر وبدأ يغلف كل ما هو جميل في رياضتنا للأسف. هذا التجمع اللي موجود حاليا هنا في بطولة الخليج، سواء كان نصراويين أو هلاليين أو اتحاديين أو شبابيين أو أهلاويين، هي بادرة طيبة، ولكن لابد أنها تدعم وبشكل كبير جدا، ليس بس في مثل هذه التجمعات أو نتكلم عن البطولة الخليجية، ولكن لابد أن تكون مستمرة ما بعد
بطولة الخليج، لأن يجتمع النصراوي والهلالي والاتحادي والأهلاوي، ويكون هناك نوع من الاندماج ونوع من الانصهار في بوتقة واحدة، ونستطيع من خلالها أن نخرج يعني بشعار واحد هو لا للتعصب. ولكن ما دام أن تكون الأمور مجرد شعارات يرفعها البعض لكسب إعلامي أو لكسب أهداف معينة هو يحاول يعني تحقيقها من خلال هذه الشعارات، أعتقد أن لن ينتهي هذا التعصب، بل على العكس تماما سوف يزيد وسوف يتفاقم هذا الأمر، والمتضرر الأول وأخيرا هي الكرة السعودية. شكرا لك، الله يعطيك العافية، حياك الله. الآن مع الركن الأساسي في استراحة الإعلاميين وأحد الداعمين الأساسيين لهذه الاستراحة الأستاذ فهد الروقي، أعطنا رأيك عن التجمع الخليجي، عن استعداداتكم، عن برنامجكم العام، عن الفكرة العامة من التجمع الخليجي في هذا المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هي الفكرة كانت وليدة رغبة أو أمر يعني أمر يعني قاعدنا نفكر فيه كثير أنا وخالد أخوي خالد جاسم، وإنه كان يطرح علي فكرة إنه يا أخي ودنا نجتمع الخليجيين الإعلاميين الخليجيين في كأس الخليج وكذا. قلت له خلاص اترك الموضوع علي، أنا أرتبها لك. قال لي شلون؟ قلت له ما يعني أنا ابن البلد وأعرف النظام. فقلت له على نظام الاستراحات، جيت استأجرت الاستراحة هذه، عملنا الترتيبات الكاملة، ودعينا زملائنا. كان الهدف منها وما زال هدفها الأساسي اللي هو جمعة الإخوان الخليجيين. وأنتم شفتوا جميع دول الخليج متواجدين هنا، من العراقي والكويتي والبحريني والإماراتي واليمني والقطري والسعودي والعماني، كل الأخوة الخليجيين مجتمعين على مدار الساعة. الميزة فيها أنه صعب أنك تجدهم في وقت واحد في مكان واحد في يوم من الأيام، ما تجمعنا إلا دورات الخليج. كل الدورات السابقة، وهذا اللي كان منبعث الفكرة اللي بيني وبين أبو جاسم، أنه الإعلاميين بعد نهاية عملهم الإعلامي يتوجهون، بعضهم يتوجهون إلى مقاهي انترنت، مقاهي الكافي، اللابيات في الفنادق، يعني أماكن خاصة دعوات يعني. لكن ما يقدر شخص يجي إعلامي مثلا سعودي يجي مع العدد الكبير هذا في محله في يوم من الأيام، فيصير فيه تباعد مجبرته الظروف. الفكرة أن نجمع هؤلاء في مكان واحد. للأمانة وجدنا كل الدعم من الزملاء الإعلاميين السعوديين اللي أبوا أنه يكون هذا الاجتماع إلا هذا المكان، إلا أنه يقومون بدور الضيافة فيه. جاءتنا شركات سعودية قامت بحقوق الضيافة. اللجنة المنظمة أيضا تبرعت مشكورة بالمشروبات، بعلب المناديل، يعني أشياء صحيح، أنه تقديم هدايا للإعلاميين في كل مرة. جاتنا شركات سعودية مثل شركة الاتصالات السعودية، وسيكون لها حضور في يوم يعني يوم قادم بيكون كل التكاليف هي اللي تتكفل فيها، اللي هي الاستسي. وفي شركة أخرى ما يحضرني اسمها، ناسي اسمها، تقوم بالرعاية يومين، مسألة الاستضافة لإخواننا الخليجيين. احنا دورنا هنا الإعلام، يعني الهدف كان بالنسبة لنا هدفين. هدف عام أنا وأخوي خالد اللي هو جمعة الإعلام الخليجي في مكان واحد. بالنسبة لي أنا كان لي هدف آخر اللي هو جمعة الإعلام السعودي خلف المنتخب، اللحمة الوطنية. نظهر لأشقائنا الخليجيين أنه إحنا قد نختلف، هذا كلام سبق أنه يمكن مل المشاهد الكريم أو المتابع الكريم منها ترديد هذا الكلام. إحنا مثل بيت ناس، أهل بيت واحد، نتخاصم في بيتنا، نتزاعل، يصير بيننا ما يصير، لكن لا يمكن أنه نرضى أنه أحد يعني يشذ عن قاعدة البيت أو يخرج عن نطاق هذا البيت الكبير. احنا قد نختلف داخليا في ميولنا، الهلالي والنصراوي والاتحادي والهلال الأهلاوي والشبابي والاتفاقي وإلى آخره، لكننا نتفق خلف وطننا، نتفق في الوقوف. أنت شفتوا كل الزملاء الإعلاميين جميعا أنهم هم المضيفين وهم اللي يدعون الناس، والزملاء الخليجيين، واللحمة هذه اللي صايرة بين أبناء
الخليج العربي. كان هذا هو الهدف الأول والأساسي والرئيسي للملتقى. وأنت تشوف يعني يمكن اليوم أنتم أخذتوا جولة واستمعتوا وشاهدتوا أكثر من مكان، كان في يعني نقاشات وأطروحات اجتماعية اقتصادية رياضية لا تخرج عن جلسات حبية قصص سوالف، يعني جو جميل جدا. وهذا كان الهدف منها. الزملاء الإعلاميين لما يخرج يوم عمل شاق ما بين التنقلات، المؤتمرات الصحفية، المراكز الإعلامية، الملاعب، مقرات الوفود ومقرات المنتخبات، في تنقل كبير، والرياض وزحمة الرياض وبعد بعض الأماكن عن بعضها، يحتاج أنه في نهاية اليوم العمل الشاق أنه يجد مكان يرتاح فيه، يسولف، يتناقش، ياخذ راحته، يكون مكان غير رسمي ما فيه البرستيج الرسمي اللي الواحد أبدا. وأنتم شايفين يعني حتى اللبس هذا اللي ما في تكلف، أغلب الزملاء أيضا ما في تكلف. كان هذا بس هو هذا الأجواء الأخوية اللي كنا احنا نسعى لها. كيف رأيت التفاعل إدارة النصر مع المناسبة هذه وإقامة مناسبة عشاء اليوم؟ للأمانة جميع يعني أغلب الأندية السعودية واللي وصل لهم خبر الاستراحة، وأيضا الاتحاد السعودي لكرة القدم مثل في اللجنة المنظمة أو اللجنة المنظمة، يعني في صار احنا عندنا خلاف مش ما ندري من اللي منظم، الرئاسة عامة الشباب أو الاتحاد القدم، بادروا مشكورين من البداية. ثم ما قامت به إدارة النصر يمثل جزء مهم من ثقافة المجتمع السعودي اللي هو الكرم وتقديم الضيافة للأشقاء، وهذا أمر يشكرون عليه للحقيقة. رسالة للجمهور عن التعصب اللي حاصل بالمجتمع السعودي والتشنج الرياضي الواضح للجميع. يعني شوف، مسألة التعصب هو موجود ولن نستطيع إزالته مهما كان، هو موجود على مستوى العالم، لكن الخطر مش التعصب بحد ذاته، الخطر الآن أنه بدأ يخرج من منحنى آخر. يا جماعة الخير، احنا عندنا قيم ومبادئ مستمدة من دين الحنيف، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتجاوزها، لا يمكن، من أجل كرة قدم. كرة القدم لا تفرق العقلاء. خصومتنا وخلافاتنا واختلافاتنا تكون في أرض الملعب بعد ما تنتهي هذه المشاكل. أحيانا تحدث خلافات فردية بين شخصين أو ثلاثة أو مجموعة، لما تجي مثل هالملتقيات ويتم فيها التآلف والصلح، هذا أمر المفروض أنه يسعد الناس جميعا. التقاطع أو المقاطعة اللي تتم، يا أخي ما أنا بالنسبة لي أستغرب مثل هذه الأمور. هذه ليست من كرة القدم وليست يعني ليس من باب التعصب الكروي. التعصب لناديك، يعني انظر لناديك على أنه أفضل نادي على العالم، وأن الأندية الأخرى لا شيء أمامه، هذا الأمر حرية شخصية، لكن يجب أن نقف عند الخطوط الحمراء اللي تمس عقيدتنا، تمس لحمتنا الاجتماعية، تمس ثوابتنا وقيمنا الثابتة الراسخة، لا يمكن نتجاوزها. يعني مهما كانوا أجدادنا يعني ما بينهم خصومة ودم، إذا التقى المتخاصمان يعني يبادران بالسلام، يكون في مأمن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ما معناه من حفظ المأمن وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذه قيم يجب أنه لن ندخل فيها مجال التعصب الرياضي، لا يمكن بأي حال من الأحوال. المشكلة الأساسية وين هي؟ أنه الآن البيت السعودي تلقى فيه الهلالي والاتحادي والنصراوي والأهلاوي وهم أشقاء ويحدث بينهم خلافات، لكنها لا يمكن تتجاوز مسألة أنه خارج هذا المستطيل أو خارج إطار كرة القدم. هل يعقل أن الأخ يهجر أخاه؟ أنه يعني في تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة أنه أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر. معنى الحديث أعتقد ما معناه أنه لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام فقط أو 3 ليالي اللي يحل الشخص ممكن أن يهجر أخاه ما يسلم عليه، أخاه المسلم مش أخاه النسب أو الشقيق، أخاه المسلم. إحنا صرنا يعني حصر، وما هو سبب الخلاف كرة قدم؟ لا يا جماعة الخير، أنا أعلنها للملأ لكل الأحبة والإخوان. أنا لما أتحدث في كرة القدم الأمر أتحدث في كرة قدم فقط، لا يتجاوز الأمر عندي. أنظر للموضوع أنه هذا كرة قدم فقط، لا يتجاوز هذا الموضوع. مو صحيح. من هذا الأخ؟ نعم. يعني هذا الموضوع لا يمكن يتجاوز هذه النقطة تحديدا، خلاص هي كرة قدم فقط. غير هذا الأمر يعتبر خروج غير طبيعي،
خروج غير طبيعي. للاسف انسقنا خلف هذه الاشياء. لابد ان نتوقع الان فرصه سانحه لدوره الخليج، وهذه اللحمه اللي قاعده تصير بين ابناء الوطن الواحد والاعلاميين تحديدا، لابد ان ننطلق من هذا المنطلق. قلوا خلافاتنا في كره القدم فقط، لا نخرج منها. شاهدنا للاسف الشديد اصبح حتى من خارج الوسط الرياضي، بعد العلماء الافاضل، بعد يعني بعض ممن نثق في رايهم وهم قدوات لنا، بدأوا يدخلون في هذا المعترك، يدخلون دخول غير ايجابي. يجب انه يكون يتوقف عند هذه النقطه. إذا أصبح الشخص يكره الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني على أساس أنه عالم ميوله للنادي الفلاني، أصبحت كارثة. هذا يا رجل يحمل دين، يحمل علم في جوفه. قيمنا وثوابتنا، يعني هل يعقل أني لا أسلم على شخص يخالفني الميول؟ ما هو معقولة، مش معقولة، ما تصل لهذا الحل. يا أخي لو بيننا خصومات، والله العظيم إني اطلعت على قصص وسمعت قصص بينهم خلافات في محاكم، ويخرجون يسلمون على بعض ويستضيفون بعض، وهم عندهم خلافات في محاكم وقضايا. احنا نفصل مثل هذه الاشياء. العلاقات الانسانيه علاقات انسانيه. ما يحدث في كره القدم ما يحدث هو في كره القدم. لا يمكن انه علاقتي مع شخص يخالفني الميول ستؤثر على رايي وطرحي. بالعكس، انا احترمه واحترم رايه، احترم شخصه، لكن انا ارد على رايه فقط. حتى لو كان رد في بعض الاحيان يخرج عن دائره يعني يخرج عن دائره اللطف واللين المطلوب ان نتعامل فيه، وندخل في دائره الحده والقسوه، لكن لا نتراجع. احنا بشر خلقنا من خطأ. احنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. طبيعي انك تخطئ، وطبيعي انك تعتذر عن الخطأ. هذا الشجاع، وهذا الاصل. احنا اصبحنا شخص يخطئ يعتذر، يقول يعني اصبح مذمه انك تخطئ ومذمه انك تعتذر. يا جماعه الخير، احنا مش معصومين من الخطأ، احنا نخطئ، واذا اخطأنا الشجاع من يعترف بخطأ ويعتذر عنه. انتهت القضيه. لأن يجب ان يعني نتجاوز عند يعني نتوقف عند هذه النقطة تماما. من يريد أن يقتنع فيها والله أنه خادم نفسه وخادم مجتمعه. من لم يرد أن يقتنع بهذه النقطة يتوقف. على الأقل لا ينشر فكره الذي يؤدي إلى أن نتقاتل. لا يمكن يعني. كلمة ختامية لصحيفة المدرج الإلكترونية. للأمانة أحيي طرحكم. أنا والله ما شاهدت ما تكتب الصحيفة، لكن ما سمعته من الزملاء أنها طرح حيادي، طرح منطقي، لا تميل لنادي عن آخر، وهذا الإعلام الحقيقي. أنا أتكلم على إعلام الخبر، الإعلام المهني، إعلام الخبر، إعلام المعلومة. يجب أن يكون جميع الأندية في اتجاه واحد، في قالب واحد. بالنسبة للآراء، كل الكتاب، كل كاتب ورأيه، سواء بني هذا الرأي على ميول أو بني على رؤية أو بني على هوى. المهم إنه صحيفة المدرج من الصحف اللي يعني أثنى عليها الزملاء، وأنا إن شاء الله بتابعها من قريب، ولا يقلل من قيمتها أنني لا أتابعها، لكن قد يكون جهل أو عدم تفرغ مني يعني. لكن نحترمكم ونحترم طرحكم ونحترم توجهكم الرياضي. لا أنت حبيبي، شكرا لك. شكرا. نرحب الآن بالإداري السابق في نادي النصر، أبان إدارة الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليه. حياك الله أستاذ صالح العروان. الله يحييك يا أخوي مبارك، الله يحييك. كيف رأيت التجمع الخليجي في استراحة العالمين، وكيف رأيت مبادرة الأمير فيصل بن تركي؟ والله أول شيء بنشكر قناة الكاس اللي أخذت هذه الاستراحة وسوت الملتقى، ونشكر الإعلاميين السعوديين اللي عملوا جهود جبارة في الملتقى هذا. وطبعا اليوم الأمير فيصل بن تركي الله يطول عمره ويحفظه احتفل في الأخوان العرب والخليجيين بعشاء اليوم، وهذا شيء غير مستغرب من الأمير فيصل بن تركي الله يحفظه، وهذه عادته، يعني العادة ما هي شيء مستغرب منه، فدائما هو سباق الأمور هذه الله يطول عمره. والحمد لله تجمع جيد حلو، خف فيه التعصب. قابلنا ناس يعني بصراحة كنا أول يعني
ما كنا يعني نستصيغ كلام منهم، بس بعد ما جلسنا معهم وعرفناهم انهم لا بدون تحديد يعني، بالعكس طلعوا ناس يعني بصراحه يعني فوق ما يعني فوق التوقع، يعني احسن من التوقع كان سيء لكن هم اثبتوا الافضل. ممكن تنتهي البطوله لا ان شاء الله يعني، وطبعا نتمنى انها تستمر الامور هذه، لكن صعب انها تستمر على طول يعني، لكن ممكن تصير يعني زي الدوريه الشهريه او الدوريه. طبعا انا ماني اعلامي اداري، لكن اتمنى انه يعني لان اجتماعهم راح يخف وتيره التعصب عند الجماهير كلها، سواء جماهير الانديه او جماهير المنتخبات، وخاصه جمهورين النصر والهلال. كيف رايت مستوى المنتخب السعودي هذا الدوري؟ والله المستوى اقل من المتوقع يعني، وخاصه انه يعني اختيار اللعيبه ما ادري يعني على اي اساس بصراحه. يعني انت عندك النصر بطل دوري وبطل كاس ولي عهد، متصدر الدوري. النصر يلعب فيه لاعب واحد اللي هو عمر هوساوي، طبعا هم عمر هوساوي اساسا هم بحاجته، ولا المفروض بعد ما يلعب، عرفت كيف؟ يعني في يحيى الشهري برا الدكه، ابراهيم غالب خارج التشكيله، ابو عمر حسين عبد الغني هذا المفروض اساسي برا التشكيله. يعني عندك 4 5 المفروض انهم اساسيين خارج التشكيله، شايع إسرائيلي، محمد السهلاوي، يعني اسماء يعني يتمناهم اي منتخب. يعني بصراحه انا بالعكس نرحب باي لاعب مميز في المنتخب، ولكن لا تهضم حق لاعب ثاني، عرفت كيف؟ يعني انت تجيب لي مثلا لعيبه كويسين، بالعكس بالرحب والسعه، المنتخب يتسع للجميع، لكن انت بحاجه مثلا ظهير ايسر وعندك واحد يعني لاعب كبير جدا يعني اللي هو حسين عبد الغني، ولا تاخذ المنتخب. انت بحاجه محور، عندك ابراهيم غالب، عندك عبد العزيز الجبرين. يعني ليش هل النصر ممنوع من المنتخب ولا ايش؟ يعني هذا السؤال اللي يتداوله الجماهير، ويمكن المتشنجين والمتعصبين وهم يعني متضايقين من الموضوع هذا، وما الومهم صراحه لما يشوف فريقه متصدر ومحصل بطولات ومحصل كل شيء، واللي في الدوري السعودي متصدر ولا تاخذ من لعيبه، ما في الا واحد يلعب اساسي في المنتخب، ويحيى الشهري صانع اللعب الوحيد اللي صانع لعب حقيقي في المنتخب ولا يلعب يوم جاء الهدف الثالث. على العموم يعني اهم شيء ان المنتخب يفوز، وهذا هو المهم، وان شاء الله يستمر الفوز. لكن مع لوبيز والله اشك بصراحه انه ما راح يستمر الوضع كويس. في مناوشات معك والاستاذ الفنان اسعد الزهراني. لا اسعد حبيب قلبي، اسعد الزهراني حبيب قلبي، انا احبه كشخص بغض النظر عن ميوله، تعرف خفيف دم، فانا احاول ايش اني امشي معه على خفه الدم، مع اني انا ماني بحوله، لكن نحاول ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا لك حبيبي مبارك.